كرة ملعوبة لنواف الدمياط باتجاه ياسر القحطاني، ثم القحطاني أراد المرور والإعاقة وبالتالي مخالفة ضربة حرة مباشرة. هذا إذا ما كانت قد احتسبت لصالح المنتخب السعودي. لاحظ معي من جديد الكرة ووقوع ياسر القحطاني، حتى الآن لم نلحظ هل هي مخالفة للمنتخب السعودي. خصم كبير جدا يا أتراك، إذا ما قلنا يجي الكارتال لارا كارتال لار بيوكريكيب بأنه فعلا الصقور هم خصوم أو خصم قوي جدا. وهنا دخل بكرة عرضية لياسر القحطاني. ياسر القحطاني لعبها رأسية إلى خارج أرض الملعب ثم تأتي إلى خارج أرض الملعب. محاولة سعودية ممتازة جدا. عملية التمرير بين لاعب المنتخب السعودي كانت رائعة، وأخيرا الدوخي لعبها لياسر القحطاني وتداخل معها بشكل جيد بكرة رأسية. هناك طبعا كانت كرة وحيدة قد أتت خطيرة جدا على المرمى السعودي مع الدقائق الأول من المواجهة، لكن بعد ذلك أيضا هناك فرصة مسجلة لدى ياسر القحطاني معنا على الشاشة. ياسر القحطاني الذي كانت له فرصة حقيقية بعد كرة عرضية ويحولها إلى نواف الدمياط. الدمياط لعبها طويلة، الدمياط باتجاه ياسر القحطاني، والقحطاني يقع عرضا لكن دون احتساب خطأ ومخالفة. بالتالي القحطاني ربما أنه غير راض تماما عن قرار حكم المباراة، أو أنه غير راض تماما لأن حكم المباراة لم يحتسب قرارا معين حيال الكرة الماضية. أعود للحديث طبعا عن جوزيف دي باعتبار أنني لاحظت ومبروك زايد قد لاحق بالكرة. استمتاع، بل هو يشهد أداء تكتيكي بحت من قبل المنتخبين. بمحاولة فردية كان يريد الوصول إلى المرمى ياسر القحطاني. القحطاني ليس هناك من مساندة. ياسر القحطاني لاحظوا الآن التراجع من قبل المنتخب التركي رائع جدا. هم يهاجمون سوي في النواحي الأمامية للمنتخب السعودي، ربما تمنع وصول هدف. القحطاني في محاولة فردية كريري لعب له كرة طويلة جدا إلى ياسر القحطاني، والقحطاني يصوب. ممتازة محاولة ياسر القحطاني، لكن إلى خارج أرض الملعب تأتي كضربة مرمى. لاحظ معي القحطاني هو تنبأ للزاوية البعيدة من حارس المرمى فولكان ديميريل، ثم يصوب الكرة بيمنى إلى خارج أرض الملعب وتأتي كضربة مرمى.